تحس في الباك قريب والستريس ماشي ويزيد. ما تخافش، مانيش باش ناخذك برشا من وقتك، ركز معايا شويه. نعرف الاسئله اللي في مخك تو، زعما نخلط ولا ما نخلطش، زعما الدروس اللي ريفزتها توا تكفي ولا ما تكفيش. وخاصه ديما تلامذة الباك يقولوا كيف نوصل المرحله هذه نحس روحي ما نعرف شيء، نحس روحي ما قريت شيء. نحب نذكرك بحاجه كهو اللي هي ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انت عام كامل تريفز وتتعب وقاعد تخدم في برشا اكزرسيسات وخدمت برشا دفوارات، بصحيح راهو الحاجات هذيك حتى كان تو تحس بالشك في قدراتك راهو انت تعرفهم، ونهار اللي باش يجيو قدامك في الباك قدرة ربي ماكش باش تحير فيهم. اهم حاجه هي الثقه في النفس. شنو هي الثقه في النفس؟ هي وجود القدره مع المعرفه بوجود القدره هذه. على خاطر كان انت باش تبدا قريت وجبت قبل الحاجات بالصحاح وتعرف تخدم وتقول لا ما نعرف حتى شيء، راهو نهار اللي باش تدخل الدوفوار حتى كان الدرس تبدا تعرفه باش تدخل بعضك. في المده القصيره هذه قبل الباك ما نحبش نعطيك طرق جدد نتاع ريفيزيون ولا كيفاش تقرا ولا شنو الماتيريات اللي باش تركز عليهم. اما المهم نحب نحكي معاك في الريتم دو في نتاعك، نمط الحياه اللي هو باش يحدد كيفاش التركيز نتاعك باش يكون وكيفاش الطاقه نتاعك باش تكون باش توصل من هنا للباك حاضر. رد بالك متعبل اكثر من اللازم، ما لازمش توصل نهار الباك زيرو انرجي، ما عادش عندك طاقه باش تركز توصل تعب. لا، نحبوا من توا نعدلوا مخاخنا على فيتيس معين وباش نقعدوا نمشيوا بيه لنوصلوا ان شاء الله لاخر نهار في الباك. هذا يدخل فيه برشا حاجات، انه الماكله اللي باش تاكلها، كيفاش انت تخمم وكيفاش قاعد تريفز. اول حاجه برشا تلامذه قاعدين يبدلوا في ريتم النوم تاعهم، فما اللي يصبح يقوم مخر يبدا يريفز، فما اللي قاعد يرقد بكري ويقوم بكري باش يريفز. انا اكثر حاجه ننصحك بها هي النوم نتاعك ما تلعبش معاه. علاش؟ على خاطر النوم نتاعك كل ما تستثمر فيه قدرتك على التركيز باش تكون خير، وكل ما تقرب الباك حاول انه نومك يولي كيما ليله الباك اللي هي شنو باش تعمل فيها، باش تقوم 6 متاع الصباح ولا ممكن قبل، خاطر 7:30 لازم تكون في الليسي. 8 مخك لازم يبدا حاضر للدفوارات. اما انت كان كل يوم تبدا تريفز ل 12 ولا ماضي ساعه، نهار الباك 8 مخك باش يبدا في باله وقتها مازال وقت نوم. اذا الحاجه اللي انت تو باش تركز عليها هو انه يكون عندك وقت قار للقومان بكري كل يوم الصباح. مثلا باش تقوم 6 ولا باش تقوم 7، هذيك باش تكون حاجه فيكس. حتى كان ترقد مؤخر اتو بشويه بشويه يبدا يتصلح نومك لين توصل نهار الباك. والحاجه الاخرى هي الماكله. راهو الماكله صحيه باش تزيد القدره نتاعك على التركيز. اكيد تعرفوا الزوزه واللوز وغيره، اما المهم حاول انه تبعد على الماكله الثقيله. ما تاكلش كسكسي والبن ودلاع ولا بطيخ وبعد تمشي تحب تخدم سيري كامله في قمه التركيز نتاعك، خاطر باش يبدا يجيك النوم. كل ماكله خفيفه، وحاول تبعد على الفاست فود الفريت والمقلوب كل، خاصه وقت اللي تجي باش تقرا. وابعد زاده على المنبهات، القهوه والتاي والحاجات اللي تنجم تفيقك، حاول انه ما تشربهمش قبل على الاقل 6 سوايع من وقت النوم تاعك. ورد بالك من المنشطات والدويات اللي يقول لك تزيد في التركيز وتاخذها من غير حتى نصح طبي. في الفتره الجايه ركز على حاجه كهو اللي هي الباك. كان عندك مشاريع تحب تعملها في حياتك، عندك مشاكل شخصيه، مشاكل عائليه، الفتره هذه مش وقت التخمام فيها. توا عندك هدف واحد اللي هو الباك. انت 13 سنه تقرا من اجل اسبوع كهو اللي باش تعدي فيه الدفوارات. الاسبوع هذاك لازم تكون حاضر له في قمه التركيز. وما غير ما نحكي لك عاد، انت تعرف التليفون سناء قداش خذالك من وقتك وانت تكونكتي وتضيع في برشا وقت. المده هذه حاول انه باش تنقص من السوشيال ميديا. التليفون خليه في بيت اخرى، ابلوكيه، استعمل ديزابليكاسيون كيما فوريست اللي يبلوكيو لك التليفون، وخاصه تبع الوقت نتاعك. فما برشا دي ميثود، مثلا اقرا 25 دقيقه، اقرا 30 دقيقه، ارتاح درج وبعد عاود ارجع. الحاجه اللي تميز فتره المراجعه هو انه الباك ولا قريب، دونك ما عادش عندنا برشا وقت، وفي نفس الوقت نحسوا اللي عندنا برشا دروس. شنو هو الحل؟ الحل هو الكواليتي، التركيز على جوده الدراسه. كيفاش؟ معناها مثلا تقرا 3 سوايع هذوكم يكونوا كلهم تركيز، خير من اللي تقول عديت نهار كامل على البيرو. وزاد في فتره المراجعه من المهم انه تختبر روحك، انه تعرف شنو المستوى الحقيقي نتاعك. القرايه في فتره المراجعه راهو انت على البيرو نتاعك، مش ماشي جاي على ليتود، خاطر وقتها فما برشا تضييع للتركيز نتاعك. وقت اللي تشوف اكزرسيس يقرا فيه البروف ساعات تحس روحك فاهمه وكل شيء سهل، وتروح عندك نسبه رضا كبيره على مستواك. اما في الحقيقه كان الاكزرسيس هذاك تبدا تخدم فيه وحدك في الدار والا قدام الامتحان ممكن ما تعرفش القواعد نتاعو. اذا في الفتره هذه الجايه حاول انه باش تحط ليسته كامله نتاع الامتحانات والليسته كامله نتاع المواد اللي انت باش تعدي عليها. اكتب بعد الدروس اللي ممكن تعدي عليها الامتحان. كل درس لازم على الاقل تكون عندك فيه نسبه مئويه متقدمه في التحضير. ممكن برشا تلامذه تو يحكيوا على باش نطيح الدرس إيكغيك، باش نطيح شابيتر اكس. اكيد مش الناس الكل باش يدخلوا بنفس نسبه تحضير الباك. امان الحاجه اللي جربتها هي انه نقول مهما كان الدرس ولا شابيتر اللي باش يجيني في الباك راني انا باش نخدم فيه وباش نجيب فيه اللي نجم بوانيت. على خاطر الباك لازم تتعامل معاه كلعبه، ما تبداش من 10 وانت طالع
لا، قول عندي 20 نقطة نلعب عليها، وكل ما نعمل غلطة راهو باش ينقصوا لي شوية. دونك الهدف نتاعك اليوم هو انه تعمل المينيموم نتاع الاغلاط في الباك. فما حاجات اللي تتعاود كل عام في الباك من دروس والا من تيب نتاع اكزرسيس والا مواضيع. على هذاك ننصحك انه باش تحط الباك ويب وتشوف شنو هي الحاجات اللي جات عامناول في الباك. وقت اللي نحكيو على التركيز نحكيو انه مخك ما تشتوش وما تحكيش مع برشا ناس على الباك، وخاصة الدقازة. قبل ايامات بالباك باش تلقى الجروبات نتاع الفيسبوك كل واحد يقول لك انا راهو عندي مصدر موثوق وسني راهو باش يتيح شابيتر هذا وهذا. برشا حاجات سمعتهم، وحتى بروفيت يقول لك راهو متاكد سني باش يتيح الشابيتر هذا وبعد ما يتيحش. على هذاك دخلت قلت اللي باش يجيبوه في الباك مبروك، انا باش نجم نخدمه. فما دي شابيتر ركزت معهم اكثر، دي شابيتر ركزت معهم اقل. اما وقت اللي تقرا كل شيء على الاقل نسبة الرضا نتاعك على روحك باش تحس روحك ما طيحت حتى موضوع. النهار اللي يجيني في الباك ما ندخلش بعضي. الاسباس دو ريفيزيون نتاعك مهم برشا، البيت نتاعك تكون منظمه، عندك اجواء نتاع تلميذ باك، وخاصه تنحي تليفون تنجم تسمع لوفي ميوزك والا حاجات اللي ترتحك ما يكونش فيهم بارول باش ما يضيعش تركيزك. تنجم تحط في اليوتيوب فيديوهات ستادي وذ مي. والحاجه الاخرى اللي مهمه هي انه تنجم تقرا مع اصحابك. كان عندك صحاب باش يضيعوا لك وقتك ولا تعرفوا رواحكم ما تركزوش مع بعضكم، انساه الحكايه هذه. اما الطريقه اللي انا حسيتها تنفع كيفاش نقرا مع اصحابي وننجحوا مع بعضنا هو انه نتبادلوا المعلومات والا نختبروا بعضنا. الدراسات العلميه الكل تقول راهو المعلومه تبقى في مخك وتحفظها مش وقت اللي تقراها وتعاود، اما وقت اللي تعمل مجهود على مخك باش تحاول تخرج منه المعلومه. مثلا اليوم قرينا درس نقول لك اسالني عليه، الاسئله اللي ممكن تجي في الامتحان. انا وقت اللي نعمل مجهود ونحاول نخرج المعلومات من مخي تو نعرف روحي قريته ولا ما قريتوش، فهمته ولا ما فهمتوش. فما حاجات اللي باش نعرف نجاوب عليها بالصحيح، والحاجات اللي مش باش نعرف نجاوب عليها ولا نجاوبها غلطه هذيك باش نمشي نصلحها. كان فما درس مازلت ما فهمتوش ولا عندك فيه مشكله، احنا في لسانه بوانتين عندنا المنصه اللي فيها احسن الاساتذه في الباك ينجموا يعاونوك ويفسروا لك كل شيء. وتلقى زاده حتى في شين يوتيوب نتاعنا فيديوهات مجانيه اللي تنجم ان شاء الله تسهل لك طريقك. ما نحبش نطول عليك، نحب نذكرك بحاجه كهو اللي احسن احساس في الدنيا هو احساس النجاح في الباك، واخي باحساس ممكن تعيشه هو الندم اللي ما ريفستش. دونك اعمل المجهود نتاعك، اعمل اللي عليك والباقي خليها على ربي. راهو الباك وقت اللي نقول لك اسهل من الامتحانات تاع وسط العام، راهو اسهل من امتحانات وسط العام، راهو حاجه سهله ينجحوا فيها الالاف كل عام، ماهوش غول. المهم اعمل المجهود نتاعك، تفرهد، عيش تجربه بالصحيح بقدره ربي باش نفرحوا سنه بنجاحك.